لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق مزايا وعيوب. تطبيق ما تنساش قائمة بالمهام المرسلة. تطبيق سهل جدا تقدر تحمله عشان تفكر نفسك وزوجتك تفكرك بالطلبات اللي انت محتاجها. أغلب الوقت بنحتاج حاجات بيحتاج حاجات من زوجك فبتطلبها منه على الواتساب. للأسف الشديد الواتساب بعد ما تطلبي منه طلبات تلاقي نفسك بتبعتي معاه رسالة كذا وكذا وكذا. الرسائل بتتهمل أو ما بيبصش فيها أو بينساها. لكن تطبيق ما تنساش بيفكرك بالطلبات اللي مطلوبة منك، لكن أي دردشة بقى أي كلام في النص أي حاجة ما بيخليش الواحد يرجع يدور تاني في الحاجات اللي هي مطلوبة منه أو المطلوبة للبيت أو مطلوبة في شغله هو لو هو بعتها لنفسه. طبعا ما تنساش بيفكرك وبيعمل لك إشعارات إن أنت ما تنساش كذا ما تنساش كذا عشان لو ما جبتوش. كمان ما تنساش بيخلّيك لو أنت مثلًا قاعد في شقة مفروشة مثلًا مع أصدقائك، واحد عليه كهربا، واحد عليه مَيّة، واحد عليه غاز، واحد عليه إيجار، واحد عليه كده، يبقى أنتم مع جروب مع بعضيكم بتكتبوا أو بتقسّموا المهام مع بعضيكم، وكل واحد بيكتب المهمة. كمان لو في جروب للعمل ومتقسّم ما بين كذا وكذا وكذا وشغلكم كلّه مترتّب على بعضه، فتقدر برضه عن طريق ما تنساش إن أنت تكتب جروب للعمل، وكل واحد خلّص مهمته بيقول لك أنا خلّصت، أنا خلّصت، لإن كل واحد فيكم في مكان مختلف. تطبيق سهل جدًا وبسيط بشكل مجاني تقدر تعمل حساب عليه وتتراسل عليه صديقك لو أنت بعت له اللينك بتاع التطبيق. المطلوب منك طلبات المراسلة، المحادثات، حاجات كتيرة. ممكن كمان تبعت لنفسك وتقول أنا عايز أعمل خلال الأسبوع دوّة كذا وكذا وكذا. فالتطبيق ما تنساش هيفكرك بكل ده. كل ده بشكل مجاني عن طريق حسابك جوجل بلاي والجيميل بتاع حضرتك. لو ما كنتش تعرف التطبيق وعرفته من خلال قناتي ما تنساش تحمل التطبيق.